على مستوى قنطرة محمد الخامس بين الرباط وسلا، أدت حادثة سير صباح اليوم إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة جراء سقوط شاحنتين لنقل البضائع وسيارة خفيفة من على القنطرة. هند خليفة وعبد الهادي السكيبي. حادثة السير هاته تسبب فيها العطب الذي أصاب فرامل إحدى الشاحنتين، مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة أخرى كانت محملة بآلات خاصة بالنجارة لتصطدم بدورها بسيارة من النوع الخفيف، مما نجم عنه سقوط الشاحنتين والسيارة نحو أسفل القنطرة. أنا مول الكاميو تعدى الحدود ديالو بزايد، جايب واحد السرعة ما يرثى لها، ما خرج على الكاميو، خرج ضرب الطوموبيله، خرج على الطوموبيله الاخرى، هبط مع الطوموبيله دار عليها، هبط هو وياها لهنا، السيد في حاله الخطر، راه زينا مشى للسبيطار. وتسبب الحادث في إصابة سائقي السيارة والشاحنة بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا لتلقي العلاجات الضرورية.